الله وإنا إليه راجعون. رحل عن عالمنا فنان قدير أثناء صلاة التراويح، ترك وصية كبيرة، ولكن ما حدث لحظة غسله وتكفينه كان صادم جدا جدا، وناس كتير جدا مش مصدقة اللي حصل. ما تيجوا نشوف اللحظات الأخيرة وليه آخر لحظات حياته كان بالشكل ده. تعالوا كمان نشوف تبرئته من الوسط الفني بأكمله، وبرضه مفيش حد من الوسط الفني كان بيهتم بيه قبل ما يرحل أو يسأل عليه، لأنه فنان خلاص ما بقاش بيشتغل، والوسط الفني معتمد مصلحتي أولا. الوسط الفني هو لجأ ليهم في فترات كتيرة جدا انهم يشغلوه او يدوله دور حتى لو صغير في بعض الاعمال علشان يعيش حياته او يوازي بين مصاريفه الشخصية ومصاريف بيته. ولكن سبحان الله تخلى عنه الجميع اللي كان زمان بيسندهم وبيشتغل معاهم وليه اعمال كبيرة ومؤثرة. بس سبحان الله على حسن الختام توفي بعد صلاة التراويح، او بالاحرى اثناء صلاة التراويح بالتحديد. طلع من بيته، هو بقاله فترة بيعاني من بعض الأمراض العادية اللي متعايش بيها، بس سبحان الله راح علشان يصلي التراويح. أثناء صلاة التراويح فقد الوعي وسقط من طوله، اتلم عليه الناس طبعا، أخدوه للمستشفى، وإذ هو فارق الحياة حرفيا. اشتغل شغل كتير جدا جدا طبعا، ليه أعمال كتيرة، ولكن الشهادة اللي تم يعني إحصائها بالأمس من الرجل اللي كان بيغسله، قال: شهادتي هذه وأنا على ما أقول شهيد. طول مدة الغسل والتكفين كان جسده كله شديد البياض، وخصوصا وجهه كان بيشع نور، وأنا بجد كنت فرحان جدا جدا بيه، ودعيت له كتير جدا، ونادر جدا إننا نلاقي حد كده وقت الغسل والتكفين. سبحان الله خلصنا كل حاجة في أقل من 13 دقيقة. أنا بطبيعتي بتأنى خالص في الغسل، وباخد ساعة في الغسل والتكفين، ولكن سبحان الله نهايته كانت غير طبيعية. الأمور كانت ميسرة وسهلة جدا جدا، حتى أثناء دفنه كان سهل جدا، وحمله كان سهل أيضا. وقال: اللهم عامله بفضلك وكرمك، وربنا يجعله من أهل الفردوس الأعلى. سبحان الله على حسن الختام يا جماعة. مات وهو بيصلي صلاة التراويح بعد ما تبرأ من الوسط الفني بأكمله. حتى أثناء دفنه وتشييع جثمانه ما كانش متواجد أي واحد من هذا الوسط العفن أو القذر إلا من رحم ربي طبعا. هذا الفنان القدير هو من مواليد محافظة كفر الشيخ عام 1940. كان بيعمل موظف بوزارة الصحة المصرية. بدأ مشواره الفني من خلال فرقة كفر الشيخ المسرحية، وقدم خلالها العديد من العروض المسرحية المميزة، وحصل بها على الجوائز. اشتهر بتجسيد أدوار الطبقة الكادحة من خلال أعماله الفنية. شارك هذا الفنان في بطولة مسلسل ليالي الحلمية من خلال دور زعتر صبي قهوة الحلمية مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ والكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة. شارك كمان سنة 91 بمسلسل ضمير أبلة حكمة مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. في عام 94 قدم مسلسل أرابيسك مع الفنان صلاح السعدني. كمان قدم دور الشاذلي في مسلسل خالتي صفية والدير. كمان شارك في مسلسل خالتي صفية والدير عام 96 مع الفنان القدير حمدي غيث. في عام 97 تعاون مع الفنان فاروق الفيشاوي في بطولة مسلسل الحاوي، وكمان غيرها من الأدوار المميزة الكبيرة. هذا هو الفنان الكبير محمود الشاذلي اللي رحل عن عالمنا بعد يعني مجموعة من الأعمال الفنية، ولكن في فترته الأخيرة ما كانش بيشتغل طبعا، ولجأ لناس كتير، ولكن سبحان الله ربنا يسر له ناس أفضل كتير من الموجودة في الوسط الفني. يكفي عليه هذا الختام الجميل وهذه الشهادة من الرجل اللي تم بتغسيله. ادعوا له بالرحمة، اللهم اغفر له وارحمه بإذن الله. الله وإنا إليه راجعون. رحل عن عالمنا فنان قدير أثناء صلاة التراويح، ترك وصية كبيرة، ولكن ما حدث لحظة